السعادة دي ممكن أشتريها بفلوس؟ مش كل حاجة تقدر تشتريها بالفلوس، أو الفلوس مش هي دايمًا اللي هتجيب لك السعادة. في قصة لطيفة جدًا كده عن حد ملياردير يوناني معروف، أوناسيس. بنته كريستينا ماتت وهي عندها 37 سنة، وعاشت حياة وصفتها بإن هي مليئة بالشقاء، على الرغم إن هي بنت ملياردير وعندها مليارات من الدولارات. اللي هو في الآخر ماتت لوحدها في شقة في الأرجنتين. وصفت الحياة بتاعتها بالشقاء، والدها توفى وأمها تزوجت، سابتها لوحدها، أخوها توفى في حادثة طيارة، هي اتجوزت 4 مرات بعدها من 4 جنسيات مختلفة، وفي الآخر ماتت وحيدة. أنا في وجهة نظري هي ماتت وحيدة لإن هي عمرها ما حست بالأمان أو الطمأنينة مع حد، ما لقيتش الونس اللي بجد، ما لقيتش الحضن اللي يطبطب بجد، ما لقيتش صاحب بجد من غير مصلحة، أو ما لقيتش حبيب بجد من غير ما يكون ليه مصلحة من وراه. إحساس سيء جدًا إن أنت تبقى عارف إن كل الناس حواليك عايزين منّك مش عايزين يدّوا لك، عايزين يستفيدوا منّك مش عايزين يفيدوك. إحساس في منتهى القسوة، بيخلّي الإنسان دايمًا حاسس إن هو عايش في شقاء.